صديقي البيك المحترم، طالما بنتكلم في حجر طبيعي يبقى من الطبيعي ان مفيش حجرايه تطلع شبه التانية. يعني لما اصور لك سبحة ما ينفعش تطلع شبه التانية، امال هو طبيعي ازاي؟ البصمة الطبيعي الرباني. لو صناعي هيطلع شبه بعضه. عارفين في حاجة اسمها لؤلؤ المايوركا؟ هو مش لؤلؤ بس هو بلاستيك، فحبوا يضيفوا له كلمة اللي هو الاحجار الفيك اللي البنات الصغيرين في السن بيعملوا منها الاكسسوار والكلام ده، بيبقى اسمها مايوركا. تفرقوا عن الطبيعي في ايه؟ المايوركا منتظم جدا، لونه ابيض صناعي فيك. شوف اللؤلؤ بيبقى عامل ازاي، بيبقى لونه شامبين. شوفوا حتى جنب الروز كوارتز، المرة دي عملت بقى ايه؟ الفواصل روز كوارتز علشان يبقى المهدئ النفسي مع حجر الحب والسعادة. تطلع بالقمر والحلاوة والظرافة واللطافة دي. المهم يا صديقي، اللؤلؤ عمره ما يقشر. المايوركا او بلاستيك او اي حاجة فيك بتقشر. ثانيا، اللؤلؤ له صوت احنا اتعلمنا نعرفه بسناننا، لازم يزيق، لازم يخربش. طب يا بوبوش، لو اللؤلؤ اتجرح يبقى مقلد؟ لا، ما هو طبيعي يتجرح. هو اللؤلؤ ايه يا صديقي؟ حجر، احنا قلنا حجر كائن حي، بيضة محارة، لما تجرحه هيتجرح. طب ايه الفرق؟ لما تيجي تمسحه بايدك او بمية، اثر التجريح هيروح تماما. التحفة دي 99، لؤلؤ درجة عالية، فواصل روز كوارتز، سعر 1900 جنيه، وما زالت محافظة على سعرها. وصباحك فل، اشوفك على خير يا ابو الصحاب.